مم. ولا الخروف، كتف الخروف يصير نازوك، شوفوا نازوك لحمة. السلام عليكم شباب بنات، اليوم وياكم تعرفون ملك التشاريب ابو حسن. وطبعا اليوم جايب لكم شنو؟ تشريب الباميه العراقيه الاصيله مع كتف خروف ومع ضلوع الغنم يا شباب وبنات، ويا الطرف. تعرفون الباميه بدون طرف وبدون ضلوع ما يمشي امرها. وتعرفون لازم دائما بين كل شهر وشهر لازم اسوي تشريب الباميه العراقيه. وطبعا جمعه مباركه على الجميع، وربي يحفظكم يسهل امركم يعطيكم الصحه والعافيه يا شباب. واذكروا الله. وقبل ما نبلش شقوا بلايك وخلي يسعد العشاق هذه الباميه او التشريب الباميه الشيء الرهيب. ولا دائما لازم شنو؟ وياك لبن ويا الباميه. ويلي طبعا اليوم بالقلابيه يا شباب. يلا سمي بسم الله ونفوت لها منين؟ نفوت لها من الضلع. تعرفون اول لقمه لازم واحد يدهن الحنجره بالشحمه واللحمه. شوفون شلون صاير. يعني على الطرف لازم ويا الطرف بامية يا شباب، لازم. يوم الجمعة سبحان الله البامية تصير عندي تخبل يوم الجمعة. ها يعني تطلع لك البامية سبحان الله طعمتها يعني تختلف، تصير يوم الجمعة. فيا ربعي اللي يسوي أكل يسوي غدا خلي يسويه بامية يوم الجمعة. الضلوع موت أحمر. طبعا تفاحة ما شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ويلي يابا ميت من الجوع. شوف والله من حاله. اوه شو عم يجي قدامي، طرف يجي قدامي. الحمد لله. طبعا اللبن ويا التشاريب يصير شيء مو طبيعي.
بعد باشر الضوء. ولا الخروف، كتف الخروف يصير نازوك، شوفوا نازوك لحمة. ويلي يا ويلي، والله اتمنى كل متابعيني وياي هسه، بس شنو المتابعين اللي جون عندي مثلا واحد جماعة من المتابعين قالوا روح زيارة عند أحمد العالم، قسما بالله إذا البيت ما يشيلكم عيوني تشيلكم والله. وشرط مثل شرط خروف فوق البامية، خروف. شو نجيب هذا اللي هين. بعد حارة. شوفوا الشحم اللي ضرر شحم، يعني كبار بالعمر، العمر 50 وفوق، ديروا بالكم من الشحم. ها نصيحة من عند أخوكم أبو حسن مثل الدكتور بعد عليه يقول له أنت التدخين راح يقتلك، والدكتور بيدجي قاعد. شنو رايك؟ فأنا دا أنصحكم الاليا بيدي دا أقول لكم لا أحد ياكل دكتور. تعرفون دائما لازم يكون تشريب البامية أو الثريد، يعني الخبز مالته شلون ما تريده لازم يجيك، يعني لازم تقع زين حتى تحس بطعمة البامية. شي بداعة. يابا اللبن، ويلي على اللبن، ويلي اللبن مع البامية شي مرتب والله. شحمة أو طرف أو إليا، كل شيء بكل شيء، المهم دائما تعرفون نص بالنص. وش يا شباب، لحم الضلوع ويا البامية غير شي، غير شي، عوفك من الكتف، عوفك من كل شي. يا ما شاء الله.
تعبت من الطعم اللي تخبل. اكو من جماعة على التيك توك وعلى اليوتيوب هم يكتبوا لي احمد مشتاق للباشا. الباشا طبعا هسه ما تقدر تطلع عندنا، ما تقدر تطلع بدون قنصل والله العظيم، باردة ثلج صارت الدنيا. بس اريدها شوية تمطر واجيب الباشا على صوت المطر، هيك بنسوي لك صوت الهواء من الشباك ما تحس ببرد، بتاكل باكر هي حارة تطلع تجنن. حكم يعطيني كرينس. تطلع اخر واحدة حارة والله عاش. يا ربي لك الحمد يا شباب. طبعا والله صينية ما شاء الله تبارك الرحمن، صينية مالت يعني مرتاح 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 مع 5 نفرات. بس انا ليش اسوي بكثرة؟ يعني لازم يكون منظر الاكل حلو، صح ولا لا؟ يعني هو مو لا تحسبه اسراف ولا تحسبه من ناحية انه هذا جايب كثير وما مخلصة، لا، ورانا جمهور خلف الكاميرا نروح نقعد وياهم كافي، يعني والله كافي. ايش عندي؟ نروح نكمل ويا حقكم ومحمد العالمي، وعندنا ضيف جديد ابو الخير. يا ربي لك الحمد حتى ترضى بعد رضا. كافي شباب، شو اذا ادمر الصينية مثل ما شفتوا يا شباب. البامية العراقية الأصيلة شو تكون بأصلها وفصلها، هي هاي البامية تمام. لا تروح تاكل لي تجيب لي بامية تاكل لي بالشوكة وتاكل لي بالخاشوقة حبيبي. إذا تاكل هيك الغي هالسالفة وسوي لك اندومي وكلك بالشوك بعد روحي والله. إذا عجبكم المقطع يا شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وأحمد العالمي طبعا يموت عليكم، دائما يدعي لكم إن شاء الله بالموفقية والنجاح الدائم بعملكم وبشغلكم أي شيء بحياتكم. وأموت عليكم. تحياتي لكل أخ وأخت طب جديد عندنا. باي باي.